شوف بقى هو ده طمع البني ادمين، احنا رايحين ماتش اسبانيا ده واحنا بنقول ايه يا هادي كده هنبتدي 2 3-0 هات الحصاله وحصل. دلوقتي يا باشا الماتش خلصان 0-0، والشوط الاول انت كنت عامل ماتش نموذج ومضيع كرة في العارضه، ورايا لحق كرة من مهند لاشين وبتاع. دلوقتي بقى يقول لك طب ما كنا نهاجم، طب نخطف واحده، طب نخطف اتنين. طمعنا عشان احنا ايه طماعين يا باشا. انت بتلاعب المصنف رقم واحد في العالم، افضل فريق في العالم، احسن مواهب في العالم، بيدري ولامين يامال وفيرمين لوبيز، وقصه كبيره طبعا فاهم. اي نعم المنتخب الاسباني مش بيجز، يعني انت برضه لازم تبقى فاهم ان هو يعني بيلعب ماتش ودي في الاول وفي الاخر. لامين يامال عمال يهزر فاهم، قال لك صاحبي رافينيا في العمل حلو وبتاع، خد شهر ونص. بس هم الشوط التاني حسوا ان ايه المنتخب ده عوق، العيال دي لبط يعني فاهم، لازم ننزل نجز شويه وبتاع، ولولا شوبير كنا ممكن نشيل 2 3 في الشوط التاني. اهم نقطه ان الحمد لله عرفنا مين حارس مرمى مصر الاول في بطوله كاس العالم، وحارس مصر الاول لمده 10 سنين قدام ان شاء الله. وخلصنا بقى من قصه الدشناوي الحمد لله، يعني عدت على خير. ما دام احنا بنقدر ان احنا فعلا نهاجم ونعمل، عايزين بقى فعلا نتخطى فكره ان احنا ما بنهاجمش وان احنا بنلعب فرق كبيره وان احنا لازم نقف ورا وبتاع. عادي يا باشا خلاص، احنا وصلنا لمرحله ان عندنا ثقه ان احنا نقدر نلعب على اي حد. ميسي وكريستيانو خلاص انتهوا، فكل اللعيبه اللي في العالم بالنسبه لي تقدر ان انت تلعب عليهم عادي يعني، ما عدا لامين يامال ومبابي هم دول اللي يعني، بس مش ميسي وكريستيانو هم برضه، فنقدر نلعب على اي حد.